وقعت الجزائر في موقف لا تحسد عليه عندما تعرضت لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، وذلك مباشرة بعد أن أدلت بدلوها في الأزمة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط بين قطر والدول الخليجية، التي اتخذت قرارا مفاجئا بقطع علاقاتها الدبلوماسية من الدولة الأصغر في المنطقة، الجزائر. ومن خلال وزارة خارجيتها دعت الدول الخليجية إلى ضرورة التحلي بمبادئ حسن الجوار، وهو الأمر الذي جرى عليها سيلا من الانتقادات من رواد ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية عدائها للمغرب والتدخل في شؤونه الداخلية، والتسبب له في عدد من المشاكل، أهمها المشكل المفتعل في الصحراء المغربية، التي تعمل الجزائر جاهدة ومنذ ما يقرب من 40 سنة على إذكاء روح الانفصال فيها، من خلال خلقها لجبهة البوليساريو ودعمها بشكل قوي وغير مشروط. رواد شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا الجزائر بالتحلي بمبادئ حسن الجوار مع المغرب أولا، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، قبل أن تنصح الدول الخليجية بالتحلي بتلك المبادئ. لكي تصلكم الأخبار الوطنية بكل مصداقية لحظة وقوعها، الاشترك الآن.